بيبدأ الفيلم بشرمان أستاذ في الجامعة وعالم عبقري، لكن بسبب تخنه الزيادة بيقع في مشاكل كتير. في يوم الصبح وهو رايح الجامعة بيلاقي الدنيا مقلوبة بسبب إن في 5000 هامستر هربوا من معمل الأحياء، وهم بيحققوا مين اللي هرب الحيوانات دي. بيكتشفوا إن دكتور شيرمان امبارح وهو بيتحرك جوه المعمل جسمه ضغط على الزرار من غير ما يحس، فالأقفاص فتحت. وبعد ما حلوا المشكلة شيرمان بيروح يشوف الهامستر شيلي، وزي ما احنا شايفين كده الدكتور وفريقه شغالين على دواء بيغير من الدي ان ايه وبيخلي الواحد يخس بسرعة جدا، وبيجربوا الدواء عليه وبيلاقوه خس 100 جرام في يوم واحد. والشاب ده اسمه جيسون مساعد دكتور، وبيتم استدعائه لمكتب عميد الجامعة عشان مشكلة اللي هرب من المعمل. وبيقولوا له ان بسبب الحادثة دي قسم العلوم خسر جزء كبير جدا من ميزانيته، وان في رجل اعمال عاوز يتبرع ب10 مليون دولار للجامعة. وبيحذر دكتور شيرمان انه لو عمل غلطة تانية هيسحب فلوس تبرعاته، ووقتها هنبقى على الحديدة. وهو في محاضرة وبيكتب على السبورة اللي بيكتبه من هنا كرشه بيمسحه من هنا. وهو في المحاضرة بيدخل الفصل أستاذة جديدة اسمها كارلا، وبتكون مدرسة كيمياء ومعجبة جدا بدكتور شيرمان، وكان نفسها تقابله من زمان. وشيرمان طبعا أعجب بيها، وبالليل بيروح يتعشى مع عيلته، وزي ما احنا شايفين كده كلهم تخان. وشيرمان بيقول لهم إن التخن ده مشكلة كبيرة ولازم نحلها، لكن بابا بيقول له أنا فخور إن أنا تخين وأكلي غير صحي، وعنده عادات سيئة كتير بيعملها على الأكل. وهو ماشي مامته بتقول له ما تزعلش أنت جميل من جوه، وإن الشكل مش كل حاجة. وكلام مامته بيشجعه، فبيروح لبيت كارلا وبيطلب منها تخرج معاه، وبيتفاجئ إنها وافقت. وبيتفقوا إنهم يخرجوا ليلة الجمعة، وبيرجع بيته وبيقعد يغني وهو مبسوط عشان كارلا هتخرج معاه. وهو بيتفرج على التلفزيون نام وبيحلم إن هو وكارلا على البحر، لكن من تقله كارلا اتدفنت في الرمل، والحلم قلب على كابوس. وبيصحى يلاقي واحد في التلفزيون عمال يزعق ويقول أيوة أنا أقدر، فبيتحمس هو كمان وبيقول أنا أقدر وهخس يعني هخس. وتاني يوم بيروح لدرس الزومبا، لكن معرفش يعمل حاجة، فبيروح الجيم وبيروح يتعالج بالإبر الصينية. والمشوار لسه طويل عشان يخس قبل يوم الجمعة. ويوم الخروجة بيروحوا مع بعض، والدنيا كانت ماشية في الأول لغاية ما الشخص ده ظهر وبيطلع يتريق على شكل الناس واحد ورا التاني، لغاية ما بيوصل لشيرمان وبيمسكوا تريقة طول الليل. وطبعا التاني عمال يشيل ويكتم جواه وعيونه دمعت. وبالليل شيرمان بيوصل كارلا لبيتها، فبتحاول تواسيه وبتقول له ولا يهمك انت عبقري، وبيشكرها. وفي البيت بيقعد مكتئب يا عيني وعمال يعيط وياكل حلويات، ما هي كده كده خربانة. وهو عمال ياكل بينام، وبتجيله أزمة قلبية من كتر السكريات اللي أكلها. وبيروح المستشفى، وهو هناك جسمه بيكبر وبيتحول لعملاق. وبيصحى من النوم وبيلاقي إن كل ده كان كابوس، وبيشوف إن التمارين والأكل الصحي مشوار طويل ومحتاج إرادة، وهو زينا مش بتاع فرهدة. فبيقرر إنه يجرب الدواء بتاعه، وبيروح على المعمل بالليل وبيحضر الدواء وبياخده. وبيشوف البيانات على الكمبيوتر بيلاقي نبضات قلبه زادت عن المعدل الطبيعي، وبيغمى عليه وبتظهر رسالة على الكمبيوتر إن عملية إعادة بناء الدي إن إيه نجحت. وتاني يوم بيصحى وبيبص في المراية مش بيصدق اللي هو شايفه، جسمه اتحول تماما وبقى جسم رياضي. ومن شدة فرحته قعد يجري في الشارع ويقول للناس بصوا أنا خسيت إزاي. وبيروح لمحل ملابس وبيجرب يلبس كل الهدوم، وبيفضل يتفرج على نفسه في المراية وهو مش مصدق. وبيروح بعد كده على المعمل، وهو شغال كارلا بتيجي وبتسأل عليه، وطبعا ما بتعرفش إنه اللي قدامها ده هو نفسه شيرمان، ومش بيرضى يقول لها على الحقيقة. وقال لها إنه مساعد الدكتور، وقعد يعكسها شوية وطلب منها تخرج معاه، فهي وافقت على طول. وهو بيتكلم معاها صوابعه بدأت تكبر، فعرف إنه هيرجع تاني لشكله القديم. فبيخرجها بسرعة من المعمل قبل ما تشوفه، وبتقابله وبتحكي له عن مساعده. فبيقول لها بودي ده شخصية كويسة، وبينصحها تخرج معاه. وبودي بيوصل للمكان اللي هيقابل فيه كارلا وهو راكب عربية سبور جسمه ما كانش بيدخل فيها قبل كده. وبيروح هو لنفس المكان اللي ريجي شغال فيه، لكن المرة دي بودي بياخد بطاره من ريجي وهو اللي بيتريق عليه، وبيدخل معاه في تحدي على المسرح وبودي هو اللي بيكسب. فريجي بيتعصب لأن بودي مسح بكرامته الأرض وبيحاول يهجم عليه، لكن بودي بيكسب طبعا. وكارلا أعجبت بيه وهم مع بعض شفته كبرت، فبيقول لها إن عنده حساسية. وفي الوقت ده جيسون مساعد شيرمان كان قاعد في كافيه وشاف دكتور شيرمان، لكن الويتر بيقول له إن الكارت ده بتاع بودي. فجيسون افتكر إن بودي سرق الكارت بتاع دكتور شيرمان، وبيروح وراه في العربية
وبيشوف بودي وهو بيتحول لدكتور شيرمان، وبعد كده بيضطر إن هما يقطعوا العربية عشان اتحشر جواها. وتاني يوم بيروح متأخر، فالطلبة بيكونوا مشوا، واللي مستنيه عميد الجامعة نفسه، وبيقول لشيرمان لسه له غلطة كمان، لو غلطها هيرفضوه من الجامعة، وإنه رتب اجتماع مع رجل الأعمال، والمطلوب من شيرمان إنه يقنعه بالدواء بتاعه علشان يتبرع للجامعة. وبعد كده بيروح يقابل كارلا وبيسألها عن رأيها في بودي، فبتقوله إن تصرفاته عجيبة وإنها مش عارفة إذا كانت معجبة بيه ولا لأ. وشيرمان بيطلب من كارلا إنها تيجي تتعشى معاه هو وعيلته، حد يا ابني يعمل في نفسه كده. وبتروح معاه بيت عيلته، وهناك بتشوف حاجات عجيبة وبيسألوها عن علاقتهم، ومعظم أسئلتهم بتكون عن علاقتهم الخاصة. وطبعا كارلا بتكون مش مرتاحة خالص، وعلشان تكمل بابا شيرمان بيمارس طقوسه الغريبة وهو على العشاء، وشيرمان بيوصل كارلا لبيتها وبيعتذر لها عن تصرفات عيلته. وكارلا بتسأل عن بودي وبتقوله إنها منتظرة يتصل بيها، فشيرمان بيروح المعمل وبيتحول لبودي، لكن مساعده جيسون مش بيكون مرتاح وبيقوله إن شخصيته مختلفة وإنه خايف مع الوقت شخصية بودي هي اللي تفضل وهو يختفي، وبيحاول يوقفه لكن بيقفل عليه المعمل وبيمشي. وبيروح فندق وهو نفس الفندق اللي فيه رجل الأعمال اللي المفروض كان هيقابله ويقنعه بالدواء، وبيقتنع إنه يتكلم معاه بدل ما الفلوس تروح على الجامعة، لكن كان مش موجود وقعد مع 3 بنات يعاكس فيهم. وكارلا مش عاجبها اللي بيحصل، فبودي بيقول لها مش مهم، المهم إن أنا مع البنات. فطبعا كارلا بتتضايق وبتمشي، وعميد الجامعة بيدي منصب شيرمان لبودي وبياخد البنات معاه البيت وبيحتفلوا طول الليل. وبيصحى الصبح بيكون اتحول لشيرمان وحواليه البنات، لكن مش فاكر أي حاجة من امبارح، كأن عنده انفصام في الشخصية. وكارلا بتروح لشيرمان البيت عشان تعرفه اللي حصل، لكن بتلاقي البنات عنده، فبتقول له انت وبودي شبه بعض. وبيروح الجامعة والعميد بيقول له انت مرفوض وان بودي اخد مكانك. وهو في البيت بيشغل التلفزيون، فبيلاقي بودي كان مسجل فيديو ليه وبينصح شيرمان انه ياخد الدواء ويغير حياته للأبد. فشيرمان بيروح المعمل وبيتخلص من الدواء عشان بودي ما يظهرش مرة تانية، وبيشرب من مشروب دايت كان في المعمل، لكن بيطلع ان بودي كان مالي العبوات دي كلها بالدواء. فشيرمان بيتحول لبودي وبيروح للحفلة اللي فيها رجل الأعمال، وفي المعمل بيظهر على الكمبيوتر رسالة تحذير ان لو اخد الدواء مرة تانية هيموت. وفي الحفلة بيطلع على المسرح وكل اللي في الحفلة بيتفرج عليه وبيوريهم الدواء بتاعه، وقبل ما يشرب منه بيوصل الحفلة وبيحذره انه ممكن يموت، وايده بتكبر مرة تانية وكانت هتخنقه، وبتبدأ الشخصيتين يتنافسوا مين فيهم اللي هيكسب التاني. ومش بياخد الدواء في الوقت المناسب، فجسمه بيرجع لشكله الطبيعي وبيتحول طبعا، وكل اللي في الحفلة مش بيكونوا مصدقين عينيهم. وبيقول لهم ان الدواء ده المفروض كان يساعد الناس، لكن اتحول لحاجة تانية خالص، وانه المفروض بدل ما كان يعتمد على دواء كان ياكل اكل صحي ويتمرن. وبيعتذر للناس وبيمشي، لكن كارلا بتنادي عليه وبتدعيه انه يرقص معاها، وبتقوله انها معجبة بشخصيته مش بجسمه، وبيرقصوا مع بعض. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. سلام.